حبايب قلب خوخ، وحشتوني. طبعا انا موطيه صوتي عشان خاطر عارفه ان المدارس بدات، ففي الاول كل سنه وانتم طيبين وعام دراسي سعيد. انا عارفه ان انا اتاخرت لكن خدت عين انا ولعيبه الاهلي والنادي الاهلي كله. العين سابت اللعيبه والنادي ما سابتهمش، بس قالت ما تتقفلش كده، تتقفل كبيره ونخش على الجمهور. لكن الحمد لله. طبعا انا موطيه صوتي ليه بقى؟ عشان خاطر انا عارفه دلوقتي اللي انتوا حاجه من الاتنين، هتتفرجوا على الفيديو ده في وقت من الوقتين، لا اما دلوقتي ومدخلين التليفون تحت الغطا عشان بابا وماما ما ياخدوش بالهم ان انتوا سهرانين لحد دلوقتي وما نمتوش وعندكم سكول بكره، اما هتتفرجوا عليه بكره في الكلاس او في السكشن. كلتا الحالتين موطيه صوتي عشان ما تتقفشوش. شفتوا انا همي عليكم ازاي وعلى مصلحتكم ازاي عشان تعرفوا ان انتوا حبايب قلب اخوك. ايا كان هتتفرجوا على الفيديو امتى، فطبعا غدا مباراه النادي الاهلي مع حرس الحدود، دي البروفا الاخيره قبل القمه، قبل مواجهه الزمالك الاثنين القادم ان شاء الله. طبعا الماتش بكره اللي هو الثلاث، عشان برضو ايا كان هتتفرجوا على الفيديو امتى عشان انا منزلاه متاخر، هيكون الساعه 5 بتوقيت مصر على قنوات اون سبورتس، طبعا على ارضيه استاد الكليه الحربيه. لاعب حرس الحدود مباراه بعنوان، مش المباراه دي بس اللي بعنوان، هو الفتره دي بعنوان الصداره، عشان دي حقنا يا اهلي، ما تجيب لناش المراره، ده حقنا عن جداره. الصداره مراره نو. طبعا القائمه بتاعت النادي الاهلي لمواجهه حرس الحدود نزلت، وغياب كل من قفشه عشان عنده اصابه في السمانه، ما عنديش ادنى مشكله، بس اتصاب امتى في السمانه انا ما اعرفش والله. انا لما قريت الخبر افتكرت ان هو اكل سمان والله العظيم، اصل امتى اتصاب ما اعرفش. لكن وات ايفر. ايضا غياب كل من طبعا زيزو وامام عاشور واشرف داري، احمد رمضان بيكهام وكوكا، محمد علي بن رمضان. يسلم يعني احنا بنسلم الاصابات لبعض يا جماعه. كنت في الاول والله العظيم في اول يعني في اول السيزون كنت بهزر على حوار العين والحاجات دي، بس بجد اتاكدت ان هو في حاجه غلط، اصل الاصابات دي استحاله تكون اصابات طبيعيه. لكن الحمد لله يعني. طبعا تريزيجيه بكره مهدد بالايقاف عن مباراه الزمالك، فتريزيجيه ايا كان تلعب خلي بالك كويس جدا، خصوصا انتوا شايفين الحكام عامله ازاي، او يا ريت لو ما يلعبش يكون على الدكه هيكون افضل، واللي يلعب ان شاء الله يقعد. طبعا عوده احمد عبد القادر لقائمه مباراه غدا. انا بصور الفيديو قلت احمد عادل، والله العظيم انا على فكره قله تصويري للفيديوهات خلتني بقول كلام غريب. احمد عادل مشي من الاهلي بقاله كتير جدا، معرفش اللي انا بقوله ده. شفت عشان تعرفوا ان الامان كان ممكن امسحها وما اقولكوش، انا قلت لكم يعني ما كانش حد هيعرف، تعرفوا ان انتوا حبايب قلب خوخ، تعرفوا بحس انا بذلكوا قوي. حد تاني مع تريزيجيه مهدد بالايقاف عن مباراه الاهلي والزمالك، بس مش عارفه هو في لاعب تاني، بس انا عاوز اعرف مين، فانتوا اللي قولوا لي. انا بستغيث بيكم لان انا بجد عماله افتكر مين اللاعب، بس انا فاكره ان في لاعب تاني مع تريزيجيه بس مش فاكره والله اسم. فيا ريت انتوا لو انتوا ذاكرتكم اكيد افضل مني، فيا ريت انتوا اللي تقولوا لي في الكومنتات مين المهدد بالايقاف لمباراه الاهلي والزمالك. طبعا المباراه بكره مش هتكون سهله على الاطلاق، ان شاء الله النادي الاهلي يكسب ويفرحنا. انا عارفه ان متراكم عليا اخبار كتير جدا، واخر اخبار النادي الاهلي انتوا بتحبوا تسمعوها مني، ان شاء الله اعمل لكم فيديو يكون حلو كده ومربرب كله اخبار النادي الاهلي الاون فاير، عشان عارفه ان انتوا مستنيين الفيديو ده، هنزله لكم كلنا ناخد الخلاصه بقى. لكن ان شاء الله اعمله بعد فوز الاهلي بكره عشان ابقى مرتاحه نفسيا. كل التوفيق لروح قلبي النادي الاهلي بكره ان شاء الله، وان شاء الله ناخد الثلاث نقاط غدا. سالتوني ايه اللي اكتر حاجه وحشاني، ان اشوف ماتش للاهلي السيزون ده خلصان 3-0. وحشني فرحه الاجوان المتتاليه. ال1-0 دي انا نسيت طعم الفرحه عامله ازاي. ان شاء الله نرجع الفرحه بكره.